الله نور السماوات والأرض. السؤال الثالث عشر شيخنا من الكويت، تقول السائلة: ما الفرق بين صلاتي التراويح والقيام، وهل ثبت التفريق بينهما عند السلف؟ حتى الساعة أنا لا أعلم دليلا في التفريق بينهما، وكل ما علمته يا بنتي ووقفت عليه أن صلاة قيام الليل منها ما يكون في أوله، ومنها ما يكون في آخره، ومنها ما يكون في أوسطه، وهذا هو صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد، وقد كانوا صدرا من خلافته، وفي خلافة الصديق رضي الله عن الجميع، وكذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا متفرقين، خرج رضي الله عنه ليلة من الليال والناس على قارئ واحد، قال: نعمة البدعة هذه، يعني في اللغة، أو رد على من غمز هذا العمل ببدعة، والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل. نعم، ونعم، والأمر فيه ساعة، يعني من أراد أن يصلي مرتين، مرة في أول الليل ومرة في آخره، أرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله، لكن الذي نستحبه صلاة واحدة، وهي في آخر الليل أفضل. نعم، صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من أوله وآخره، ومن أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. نعم.